بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في باب الصدق قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع بمعنى اترك، ويريبك بفتح الياء أي تشك فيه ولا تطمئن إليه. إلى ما لا يريبك يعني إلى الشيء الذي لا ريب فيه. وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية، حديث جامع مهم، وهو باب عظيم من أبواب الورع والاحتياط. وقد سلك أهل العلم رحمهم الله في أبواب الفقه سلكوا هذا المسلك، وهو الأخذ بجانب الاحتياط، وذكروا لذلك أشياء كثيرة. منها مثلا إنسان أصاب ثوبه نجاسة ولا يدري هل هي في مقدم الثوب أو في مؤخره. إن غسل المقدم صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مؤخر الثوب، وإن غسل المؤخر صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مقدم الثوب. فما هو الاحتياط؟ الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره حتى تزول ريبته ويطمئن. كذلك أيضا لو شك الإنسان في صلاته هل صلى ركعتين أو 3 ركعات ولم يترجح عنده شيء، فهنا إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة فلعله نقص، وإن أخذ بال3 صار عنده ريبة فلعله لم ينقص لكن يبقى قلقا. فماذا يعمل بما لا ريبة فيه، فيعمل بالأقل. فإذا شك هل هي 3 أو 4 فليجعلها 3، هل هي 3 أو 2 فليجعلها 2، وهكذا. المهم أن هذا الحديث أصل من أصول الفقه، أن الشيء الذي تشك فيه اترك إلى شيء لا شك فيه. ثم إن فيه تربية نفسية، وهي أن الإنسان يكون في طمأنينة ليس في قلق، لأن كثيرا من الناس إذا أخذ ما يشك فيه يكون عنده قلق. إذا كان حي القلب يكون دائما يفكر يهوجس، لعلي فعلت لعلي تركت. فإذا قطع الشك باليقين زال عنه ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق طمأنينة. وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا باب الصدق. الصدق طمأنينة، لا يندم صاحبه أبدا. إذا أخبر الإنسان بالصدق لا يندم ولا يقول ليتني وليت، لأن الصدق منجاة، والصادقون ينجيهم الله تعالى بصدقهم. وتجد الصادق دائما مطمئنا، لأنه لا يتأسف على شيء حصل أو شيء يحصل في المستقبل، لأنه قد صدق، ومن صدق نجا. أما الكذب فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ريبة، ولهذا تجد أول من يرتاب في الكاذب نفس الكاذب يرتاب هل يصدقه الناس أو لا يصدقونه. ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام حلف بالله أنه لصدق، لئلا ترتاب في خبره مع أنه محل ريبة. فتجد المنافقون مثلا يحلفون بالله ما قالوا ولكنهم في ريبة. قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فالكذب لا شك أنه ريبة، قلق للإنسان، يرتاب الإنسان هل علم الناس بكذبه أم لم يعلموا، فلا يزال في شك واضطراب. إذن نأخذ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يدع الكذب إلى الصدق،
لأن الكذب ريبة والصدق طمأنينة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله موفق.